السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم يا فوزياتي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا ميزانية جديدة. الميزانية يا جماعة طول الاسبوع هناكل ب 650 جنيه. تمام. الميزانية اللي معانا النهاردة 650 جنيه زي ما انتم شايفين معايا كده. هنعمل بهم غدا ان شاء الله طول الاسبوع. الغدا هيبقى فيه فراخ ولحمة وسمك. تعالوا ما نشوف يا جماعة ازاي هنمشي نفسنا ب 650 جنيه دول طول الاسبوع. بصوا معايا. اول يوم معايا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاه ايه؟ عاملاه مكرونه وبانيه. تمام. انا هقول لكم الايام هتبقى مثلا الاكل فيها ايه، وفي نفس الوقت كمان هقول لكم بعد كده هنعمل ازاي الحاجات دي. يعني اول يوم معايا هيبقى مكرونه وبانيه. تاني يوم معايا يا جماعه هيبقى خضار. تمام. اي خضار بقى عندي يعني. تمام. هقول لكم برضو هنمشي ازاي. ورز. تالت يوم معايا مقسماه كبده وسلطه وعيش. مش عايزين تعملوا تاكلوا مع عيش، اعملوا مع شويه مكرونه. تمام. رابع يوم سمك ورز وسلطه. خامس يوم يا جماعه هيبقى معايا شاورما، سواء بقى فراخ او لحمه. ويبقى معايا ايه؟ عيش. ممكن نعمل برضو جنبها شويه ايه؟ سلطه. اليوم السادس يا جماعه هيبقى معايا كشري، وهيبقى بطاطس محمره معايا ورز. قصدي سلطه. تمام. اليوم السابع معايا يا جماعه هيبقى صينيه بطاطس بالفراخ، وهيبقى معاها ايه؟ رز. تعالوا ما اقول لكم بقى يا جماعه هنمشي ازاي بالخطوات دي، وهنجيب الحاجات دي اسعارها ايه، وهنمشي نفسنا ازاي ب 650 جنيه. بصوا معايا. دي كل المشتريات بتاعتي يا جماعه، هتبقى ورقه وقلم كده، وتعالوا معايا ما نكتب ايه هنجيب ايه طول الاسبوع عشان نمشي نفسنا ب 650 جنيه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا معايا يا جماعه. اول حاجه طبعا المشتريات كلها ب 650 جنيه، هيبقى فيها فراخ ولحمه وسمك وخضار والرز طبعا والمكرونه بتاعتي. اي حاجه من اللي انا هشتريها كلها من ضمن ال 650 جنيه. اول حاجه معايا هجيب فرخه يا جماعه. الفرخه دي هتبقى اجيبها عباره عن 2 كيلو. تمام. طبعا الكيلو حاليا متوفر عندي الكيلو ب75 جنيه. تمام. يعني ال2 كيلو عاملين 150 جنيه، وال10 جنيه اللي انا مزودها دي طبعا التنظيف بتاعها، يبقى 160 جنيه للفرخه. بعد كده هنجيب نص كيلو كبدة مستوردة يا جماعة. النص كيلو كبدة مستوردة عامل ايه؟ 75 جنيه. طبعا الأسعار ديت مختلفة في كل مكان يعني. شوفوا بقى انتوا عندكم الأسعار عاملة ازاي. تمام. بعد كده هنجيب كيلو ونص سمك. بكام؟ ب100 جنيه. انا عاملة حسبة ليه يا جماعة ان هو الكيلو السمك هيبقى ايه؟ ب70 جنيه. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ شاورما. طبعا بقى ايه؟ ممكن هنجيب شاورما لحمة او شاورما فراخ. ازاي؟ لو انا جبت شاورما لحمة، طبعا هجيب نص كيلو لحمة مستوردة هتبقى ب125 جنيه. تمام. على حسبة ان الكيلو ب250 جنيه اللي هي اللحمة المستوردة. طيب البانيه اللي هي الفراخ. لو انا عملت شاورما فراخ هجيب نص كيلو بانيه. نص كيلو بانيه يا جماعة عامل 90 جنيه. تمام. وهقطع طبعا اللحمة لحاجات شرايح رفيعة كده. والفراخ برضو لو جبتها بانيه هقطعها شرايح رفيعة كده وهعملها ايه؟ شاورما. طبعا بقى شوحها بالبصل والطماطم والفلفل. تمام. سواء اللحمة او الفراخ. معايا يا جماعة؟ طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا خلاص انا قلت كده ايه الفراخ والسمك والحاجات دي قلت هنعمل ازاي. الفرخة دي يا جماعة هقسمها على مرتين. ازاي؟ هاخد الصدر بتاعها اعمله بانيه مع اول يوم، اللي هو طبعا عاملة بانيه ومكرونة. والورك وبقية الفرخة كلها هحطها في صينية البطاطس. اصبح دلوقتي الفرخة عندي ما شاء الله عملت لي ايه؟ عملت لي وجبتين. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ عندي هنا المكرونه. هجيب كيلو مكرونه يا جماعه عامله لها حسبه 30 جنيه. تمام. هجيب 2 كيلو رز ب50 جنيه. انا قلت كده برضو معلش اللي هي الفراخ واللحمه والسمك هيعملوا كام؟ 425 جنيه. تمام. زي ما قلت لكم هجيب كيلو مكرونه ب30 جنيه. 2 كيلو رز ب50 جنيه. العدس هجيبه ب15 جنيه عدس عشان هعمل كشري. تمام. دول كده قاطعين ايه؟ 75 جنيه. تمام يا جماعه. نيجي بقى للخضار. الخضار معايا طبعا قلت لكم في تاني يوم تقريبا هنعمل خضار. ممكن اجيب كوسه او فاصوليا خضراء. شوفوا بقى انتوا بتحبوا ايه. في كلتا الحالات هجيب ايه؟ كيلو. سواء جبت كيلو كوسه او كيلو فاصوليا خضراء. الكيلو بكام؟ ب20 جنيه. بالنسبه يا جماعه للخضار برضو ده اللي هو الكوسه او الفاصوليا. تمام.
اللي هو طبعا هيبقى تاني يوم، اللي هو عامله خضار ورز. تمام. ممكن نشتري بقى الكوسه او الفاصوليا. بصوا يا جماعه، طبعا انا كنت عامله فيديو اللي هو الفيديو اللي قبل ده، عباره عن ايه، ب250 جنيه هتقدري تعملي تاكلي بهم لحمه طول الاسبوع. ازاي؟ ادخلوا يا جماعه على الفيديو، انا هحطه لكم برده في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله. وشوفوا الفكره بتاعته ايه. تمام. هتقوموا برضو جايبين اللحمه اللي انا قايله لكم عليها، تقوم حاطين شويه منها في ايه، في الكوسه. اصبح برضو ان انتوا ايه دلوقتي كل الوجبات بتاعتكم فيها بروتين. يعني الوجبات اللي انتوا شايفينها دي كلها هتبقى فيها ايه، بروتين. تمام. هجيب 2 كيلو طماطم. الطماطم عندي يا جماعه هنا بتتباع ب8 جنيه، يعني كنت جايبه من السوق الكيلو وربع ب10 جنيه. تمام. هجيب 2 كيلو طماطم هيكفوني طول الاسبوع. بكام؟ ب16 جنيه. هجيب يا جماعه كيلو خيار. الخيار عندي هنا عامل 12 جنيه. كنت تقريبا جايبه كيلو وربع خيار ب15 جنيه. تمام. يعني الكيلو خيار ممكن بقى عندكم ب10، ممكن ب12، حسب ما ايه ما عندكم برضو الاسعار. هجيب كيلو بصل يا جماعة. كيلو البصل بكام؟ ب15 جنيه. تمام. بعد كده هجيب نص كيلو فلفل. الفلفل ب20 جنيه، هجيب نص كيلو ب10 جنيه. تمام. هجيب يا جماعة بطاطس 2 كيلو. طبعا منها هعمل صينية البطاطس بالفراخ، اللي هي بقية الفراخ اللي هتبقى باقية من الفرخة، اللي هو الوراك والجناحة والحاجات دي كلها هاخدها واحطها في صينية البطاطس. تمام. لكن الصدر بتاعها زي ما انا قلت لكم هنمشيه في يوم، هنعمل ايه، بانيه. بعد كده عندي هجيب نص كيلو مخلل. نص كيلو مخلل ب10 جنيه. تمام. وهجيب العيش اللي انا باكل بيه الشاورما او الكبده بكام؟ ب7 جنيه. تمام يا جماعه. دول كده قاطعين كام؟ 130 جنيه. لو جيت حسبت التلاتة دول مع بعض هيقطعوا كام؟ 650 جنيه. تمام. طيب بصوا بقى يا جماعه، اعملوا ماسك سكرين برضو معاكم عشان ايه تمشوا، هتعرفوا تمشوا ازاي بالخطوات. دي المشتريات كلها زي ما انتم شايفين معايا ب650 جنيه. حتى العيش يا جماعه اللي احنا طبعا اللي هو احنا بنشتريه من المخبز، اللي هو تبع التموين والحاجات دي، طبعا ايه عامله له برضو رينج، عامله له ميزانيه برضو. اهو زي ما انتم شايفين المنيو كله اهوت يا جماعه بتاع الاسبوع كله بكام؟ ب650 جنيه. وانا فهمتكم هناك هنعمل ايه. يعني البطاطس ال2 كيلو منهم هحمر مع الكشري، وفي نفس الوقت كمان هعمل ايه، هعمل بالصينيه البطاطس دي. يعني هقسم بقى في يوم مثلا مش عايزين تاكلوا بالعيش الكبده او الشاورما، ممكن اعمل معاها مكرونه. انا طبعا عامله حسابي في المكرونه وجايبه كام، جايبه كيلو. ممكن اعمل نص كيلو هنا ونص كيلو مثلا مع الكبده، او نص كيلو مع الشاورما، براحتكم بقى اللي انتوا عايزينه. تمام يا جماعه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه. بحبكم في الله، وانتظروني ان شاء الله المره الجايه عشان هنعمل برضو ميزانيه تانية ان شاء الله. او اكتبوا لي في التعليقات عايزين تعملوا ميزانيه بكام، وانا ان شاء الله هحدد لكم الميزانيه اللي انتوا عايزينها. يا جماعه مع السلامه، استودعكم في الله، مع السلامه.